ده السردين اللي هيخلي الجيران يسألوا ايه الريحة الحلوة دي. السلام عليكم، اهلا بكم في قناة سمبوسة وبسبوسة. النهاردة هنعمل مع بعض كل سنة وانتم طيبين سردين مخلل بلدي. هنجيب كيلو سردين، هنغسله وهنصفيه كويس في المصفى من المية عشان ما يعملش ريحة. بعد كده هنجيب برطمان ناشف ونكون مجهزين 3 معالق ملح ونص معلقة بابريكا ونص معلقة كركم. هنحط رشة ملح تحت في البرطمان وطبقة سردين ورشة ملح وطبقة سردين ورشة حتى انتهاء الكمية، وبعدين نحط الكركم والبابريكا ونكون مجهزين 5 معالق كبار زيت نرشهم على وش السردين من فوق ونقفله كويس جدا ونخليه 5 أيام نفتح عليه. هيبقى استوى، هيبقى مش سردين مخلل، هيبقى زي الزبدة والسايحة والريحة بتبقى جنان. شوفوا شكله جميل ازاي. وهنحطه بعد كده ننضفه ونحطه في زيت. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب. مستنية رأيكم في التعليقات. وده شكله بعد التقديم. مع السلامة.